السلام عليكم. هذا الفيديو راح نحل سؤال هندسة مستوية اللي كان في صيف 2019 موعد باء 5 وحدات رياضيات. أعطينا A B هو قطر C D و A F وتران في الدائرة يوازي أحدهما الآخر. هذا ال A F وهذا ال C D وهي ال A B قطر. A B و C D يتقاطعان في النقطة K. هاي النقطة K معطى القوس A F قد القوس C A. قوسان المشار إليهما في الرسم. ألف برهن الزاوية FAB قد CAB. هاي FAB وهاي CAB بدي برهن إنهن قد بعض. طبعا بحاول أستفيد من المعطيات. هسه دغري هون لما عندي قوس يساوي قوس جماعة معناته المحيطية اللي قبالهن متساوية، وبرضو الأوتار اللي بيرتكزوا عليهن متساويات، يعني أكيد الوتر AC نفسه الوتر AF. طيب تعال نشوف شو بقدر يساعدنا. قسم ألف كل نحاول الاستعانة بالمعطيات. AB قطر معناته الزاوية المحيطية المقابلة له تساوي 90، فالزاوية المحيطية لل AB 90، يعني هاي الC 90 وبرضه الF 90. طبعا والزاوية FBA، وين ال FBA؟ هاي الزاوية الصغيرة. نفس الزاوية CBA، ليش؟ لأنها مقابل أقواس متساوية توجد زوايا محيطية متساوية. معطيني القوس AF نفس القوس AC. نفرض هيك كل واحدة منهن ألفا. طبعا هاي ألفا وهي ألفا وكلنا هاي 90 وهاي 90. والله هاي الزاوية 90 ناقص ألفا مجموع زوايا المثلث 180. برضو بالجهة الثانية الزاوية هي 90 ناقص ألفا لأنه مجموع زوايا المثلث ACD 180. فهيك بالآخر بنصل إنه الزاوية FAB نفس الزاوية CAB نفسها 90 ناقص ألفا. هيك برهنا قسم ألف واحد. اثنين برهن إنه الضلع BK نفس الBD. هذا الBK نفس الBD. بجمع عشان برهن إنهن قد بعض بقدر أبرهن إنه هون في هذا المثلث زوايا القاعدة متساوية. تعال نحاول نبرهن هذا الإشي. ألف اثنين كم مرة نحاول نستعين بالمعطيات إنه AF يوازي CD. هذا AF يوازي CD معناته الزاوية BKD. وين ال BKD؟ هاي الزاوية BKD تساوي FAK تساوي BKD نفسها FAK بالتبادل. لا مش بالتبادل جماعة، هون غلط، لازم بالتناظر. هاي الزاوية وهاي الزاوية متناظرات، ولما الخطين متوازيين الزوايا المتناظرة بيكون متساوية. هاي برضه 90 ناقص ألفا، بس هون محل بالتبادل لازم نكتب بالتناظر. الزاوية BDA هاي الزاوية نفسها CAB نفسها. هاي التنتين مقابل أقواس متساوية في زاوية محيطية متساوية، اثنين بيقابلوا القوس CB. فإذا هاي 90 ناقص ألفا برضه هاي الزاوية 90 ناقص ألفا. فلما صارت هاي الزاوية 90 ناقص ألفا وهاي الزاوية 90 ناقص ألفا معناته بدها متساوي الساقين. معناته البي كي قد البي تي البي دي، لأنه في المثلث مقابل زاوية متساوية توجد أضلاع متساوية. هيك برهنا يا جماعة ألف اثنين. برهن الشكل الرباعي اف كي سي هو معين. اف كي سي سبمد من الاف للكي خط مستقيم. هذا هو اف كي سي. برهن انه معين جماعة، معين برهن كل الاضلاع متساوية. إما كل هدول قوسين قد بعض، بعد هذا الضلع قد هذا الضلع. عندي برضه هون 90 ناقص ألفا هون 90 ناقص ألفا، معناته هذا بتساوي الساقين، معناته الاي سي قد السي كي. صار السي كي قد الاي سي قد الاي اف. طلع برهن انه الاف كي قدهن كمان.
طبعا معطيني الكوس سي اي قد الكوس اي اف، بنتج سي اي قد الاي اف. هذا سي اي قد الاي اف، لأنه الأقواس بتساوي توجد أوتار بتساوي. هذا نفس الشيء، إنه سي اي يساوي اي اف. السي اي برضه يساوي سي كي، لأنه هون 90 ناقص ألفا وهون 90 ناقص ألفا. لما زوايا القاعدة بتساوي 3 سي اي كي، لما زوايا القاعدة بتساوي 3 بتساوي الساقين، فعندي السي كي قد السي اي. صار عندي كلها 3 أضلاع قد بعض. بنتج السي كي، هون السي كي نفسه الاي اف، ماشي، لأنه اي اف نفسه سي اي، والسي كي نفسه سي اي، فبطلع السي كي قد الاي اف. ومعطيني في السؤال اي اف يوازي سي دي. اي اف يوازي سي دي معناته الاي اف يوازي سي كي، معناته الاي اف يوازي سي كي ويساويها. لما الضلعين بشكل رباعي بتوازوا وبتساووا، هذا الشكل ماله، هذا الشكل يا جماعة متوازي. متوازي أضلاع، معناته الاي اف كي سي متوازي أضلاع، لأنه في ضلعين متوازيين ومتساويين اللي هن السي كي والاي اف. إذا هو متوازي أضلاع شو بقدر استنتج؟ الاي سي قد الاف كي، لأنه بتوازي أضلاع كل ضلعين متقابلين متساويين. ساعتها هسه طلع عندي كل الأضلاع متساوية، اي سي اف كي نفس السي كي نفس الاف، معناته الشكل هو معين. طيب هذا بقى خلصنا، نيجي لجيم. معطى بي دي في اي بي يساوي سي دي في اي سي، نحاول نبرهن في تشابه. بكتب المعطى بشكل تاني يا جماعة. البي دي في اي بي يساوي سي دي في اي سي. تعال نقسم السي دي ننزلها لهون والبي دي لتحت، عكس الضرب التبادلي. نزلنا البي دي لتحت، نزلنا السي دي لتحت. انبه الاي بي والاي سي اضلاع في المثلث اي بي سي، والسي دي والبي دي اضلاع في المثلث بي سي دي. اني بدور اشابههن. الاي بي والاي سي هيهن، شو الزاوية المحصورة بينهن؟ 90 ناقص ألفا. البي دي والسي دي هيهن تحت، شو الزاوية المحصورة بينهن؟ 90 ناقص ألفا. هذا شو بعطيني؟ صار بذكرني بقانون التشابه، إنه زاوية محصورة متساوية ونسب بين الأضلاع متساوية، اي بي على سي دي والاي سي على بي دي قد نسبة بيناتهم قد بعض، والزاوية المحصورة بيناتهم متساوية. ما في قانون تشابه يا جماعة، اللي هو ضاد زائد ضاد، فبتشابه المثلثين حسب قانون ضاد زائد ضاد. كم مرة شو القانون بقول؟ الزاوية المحصورة متساوية والنسبة بين الأضلاع متساوية. هون هي النسبة بين الأضلاع اي بي على سي دي نفسها اي سي على بي دي. هذول المعطيين مع بعض إنه النسبة بين الأضلاع متساوية والزاوية المحصورة بين هاي الأضلاع متساوية، بستنتج تشابه حسب ضاد زين ضاد. وهيك برهنا جيم واحد. اثنين ده برهن سي دي قطر بهاي الشغلة، إنه من التشابه ثلاثين متشابهات برهنا. الزاوية مقابل الضلع اي بي نفس الزاوية مقابل سي دي، لأنه الاي بي والسي دي هن النسبة بيناتهن هي نسبة التشابه، فالزاوية مقابل كل واحد منهم متساوي. الزاوية مقابل اي بي 90، معناته الزاوية مقابل سي دي 90 درجة. إذا عندك زاوية 90 درجة سي بي دي، إذا هي 90 معناته الوتر اللي قبالها يا جماعة شو بيكون؟ قطر. معناته منهم مستنتج السي دي قطر، إذا المحيطية التي يرتكز عليها تساوي 90 درجة. هيك برهنا السي دي قطر، وهيك أنهينا السؤال. يعطيكم العافية.